بقالي زمان عايزه اشرب شوربه عدس، يعني انتوا ما تصوروش، يمكن بقالي سنه مش عارفه ليه هف عليا ان انا اشرب شوربه عدس، بس بجد بجد فظيعه. لو عملتوها زي اللي انا بعملها خطيره. فظيعه، عايزاكم تجربوها، يلا بينا. اول حاجة بدأت بيها وهو طلعت البطاطس والكوسة وثلاث حبات جزر، والكوسة برضو 3 حبات وحبيتين من الطماطم. قلت اشتري شوربة خضار كده على قدي لان مش كله عندي بيحبها في البيت. فرحت بقى الحاجات بتاعتي كده هبتدي اغسلها غسلة حلوة، ودي اهم حاجة في الخضار ان هو يتغسل غسلة كويسة جدا بعد ما اقشر الجزر والكوسة والبطاطس. يلا بينا بقى نبتدي نقشر ونغسل. وكمان معايا كوباية صغيرة من العدس هنغسلها برضو كويس جدا. اهو غسلت الخضار بتاعي، لازم يعني اغسله مرة واتنين وتلاتة وعشرة. بعد كده حطيته في الحلة وحطيت عليه مية غطت الخضار بتاعي، وبعدين رحت حاطة كمان كوباية العدس اللي انا غسلتها ومكعب مرقة، وكمان هحط شوية من الزيت وفصين من الثوم وهسيبها تستوي بقى مع بعضها. هي هتاخد منك وقت بتاع نص ساعة كده. هنا بقى استوت وسبتها تبرد، ورحت هبتدي واحدة واحدة اضربها في الخلاط. وبعد كده رحت حطها على النار بالبهارات بتاعتي، ما في ملح أحلى وفلفل ولا أطيب وكمون من هيك. وكركم، وبألف هنا.